زويل سيتي من أهم أماكن العلم في مصر، فيها عقول وفيها تكنولوجيا وفيها طلاب جامدين جدا. بس السؤال هو ليه كل ده ما يكونش ليه تأثير مباشر على المجتمع؟ أنا فكرت في طريقة نخلي زويل سيتي تساعد المدارس الحكومية وفي نفس الوقت تكسب. فكرتي اسمها زويل تك فور سكولز. الفكرة ببساطة إن نعمل وحدة جوه زويل سيتي مسؤولة عن تقديم خدمات تعليمية وتكنولوجية للمدارس الحكومية اللي محتاجة دعم. يعني نساعدهم يعملوا معامل كمبيوتر بسيطة، ندرب المدرسين ازاي يستخدموا التكنولوجيا، ونقدم ورش للطلبة في البرمجة والروبوت والذكاء الاصطناعي. حاجات زويل سيتي شاطرة، فليه ما نستغلهاش صح؟ المدارس المستهدفة هي المدارس الحكومية، وخصوصا اللي في مناطق شعبية أو بعيدة، طلبة من سن ابتدائي لثانوي، وكمان المدرسين اللي عايزين يطوروا نفسهم. يعني بنشتغل على كذا مستوى عشان نحقق تأثير حقيقي. أول حاجة هنكون فريق من طلبة وخريجي زويل اللي عندهم خبرة في المجال. التيم ده هيشتغل على تصميم باقات جاهزة للمدارس، باقة لتجهيز معمل كمبيوتر بسيط، باقة تدريب للمدرسين، وباقة ورش عمل للطلبة. كل باقة ليها سعر رمزي مثلا 10,000 جنيه، وده مبلغ بسيط مقارنة بالخدمة اللي بتتقدم. نبدأ نشتغل مع المدارس المهتمة، ممكن بالتعاون مع وزارة التعليم أو من خلال التواصل المباشر. دلوقتي هنتكلم بصراحة، المشروع هيكسب. أيوة، ليه؟ لأن تكلفة تنفيذ الباقات بسيطة، ولو اتعملت جوه زويل سيتي والمدربين نفسهم من جوه الكيان، وفي نفس الوقت المدارس هتستفيد بخدمة محترمة وفعالة وبسعر مناسب. زويل سيتي تكسب، والطلبة اللي اتدربوا يكتسبوا خبرة علمية حقيقية، والمدارس تطور مستواها. يعني المشروع مش بس بيخدم المجتمع، ده كمان استثمار حقيقي في التعليم. مع الوقت الباقات هتتطور، ونضيف مجالات تانية زي الأمن السيبراني والتصميم، أو حتى برمجة للأطفال. ممكن نعمل شراكات مع شركات تكنولوجيا تساهم وتستخدم الأرباح علشان نفتح فرص أكتر. يعني المشروع يمول نفسه ويكبر تلقائي ويوصل لمدارس أكتر. زويل تك فور سكولز هو مشروع بسيط بس تأثيره كبير. تعليم أحسن، دعم حقيقي، ودخل مستمر، وزويل سيتي تكون دايما في قلب التغيير.